السلام عليكم أعزائي المشاهدين ويسعد صباحكم ومساءكم وين ما كنتوا عم تتابعوني. معكم بتول من مطبخ بتول كوجة. وصفتنا لليوم هي المتبل أو البابا غنوج. رح نعمله بطريقتين، بالطحينة ورح نعمله كمان بالخضار. تابعوني للأخير عشان تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. أول شي بدنا نجيب باذنجان ويكون حجم الباذنجان كبير عشان نقدر نشويه، وبدنا نغسلهم منيح وبعدين نقطعهم بالسكينة من النص، نفتح لهم هيك فتحة بالنص ونحطهم على نار متوسطة ونتركهم ينشووا. وبدنا نتأكد انه نقلبهم كل شوي على الطرف الثاني مشان تستوي عندي البنجانة من كل الجهات. هلا اللي بلاقي صعوبة انه يستخدم الغاز فيه يحطهم كمان بالفرن. لتحضير تتبيلة البابا غنوج بطحينة رح نحتاج نص كاسة لبن زبادي ونص كاسة طحينة، ورح نحتاج كمان ربع كاسة عصير ليمون، ومعلقة كبيرة كمون، رشة ملح، ومعلقة صغيرة توم مطحون. بعد مرور 20 دقيقة أنا كنت كل شوي عم بقلب الباذنجانة عشان تستوي من كل الجهات. هيك صارت عندي الباذنجانة جاهزة واستوت. هلا بدنا نشيلها ونتركها تبرد، وبدنا نحط الباذنجانة الثانية كمان تستوي بنفس الطريقة. بعد ما تركنا الباذنجانة تبرد منيح بدنا نقشرها. بدنا نتأكد انه شلنا القشر كله تماما، لأني هذا القشر كتير خطير إذا أكلناه، لأني كله بيحتوي على مواد سامة ممكن يتحول كمان لكانسر لا سمح الله. فلازم نتأكد إنه نحن شلنا القشر الباذنجان بالكامل وما تركنا أي قطعة صغيرة. بعد ما خلصنا تنظيف الباذنجان من القشر، بدنا نحطها بمصفاية ونتأكد إنه تصفت كل المي الموجودة فيها. بعد ما صفينا الباذنجانة من المي الموجودة فيها بدنا نقطعها لمكعبات صغيرة. بعد ما قطعنا الباذنجان لقطع صغيرة بدنا نهرسهم بالشوكة. في منهم بيستخدموا البلندا وبهرسوه كله أو بحطوه كله هو المكونات بالبلندا. بس أنا ما بفضل، أنا بفضل أخلي الباذنجان مثل ما هو يحافظ على شكله. هلا ضفنا الطحينة، طحينة السمسم، وعم نضيف كمان لبن الزبادي. رح نضيف الكمون ورح نضيف الملح
وعصير الليمون. ورح نحرك كل هالمكونات مع بعضها منيح، وهيك بيصير عندي متبل الطحينة جاهز. رح نفضي المتبل بالطحينة بطبق التقديم، ورح نزينه. طبعا كل واحد بيزين بالطريقة اللي هو بيحبها أو بيفضلها. أنا عبوزع البابا غنوج بالشوكة مشان كمان هيك أضيف له لمسات فنية. وهلأ عم نضيف الرمان. وما بننسى طبعا نضيف زيت الزيتون. وهلأ عم نضيف كمان شوية كمون مشان بس تزيين الطبق. وآخر شي عم نضيف الفلفلة الحمرا مطحونة. وإذا في عنا أي عرق أخضر مثلا نعناع أو أي شي بقدونس فينا نضيفهم بالأخير على الطبق. هيك صار عنا طبق البابا غنوج بالطحينة جاهز مع التزيين. وهلأ صار وقت نحضر البابا غنوج بالخضرة. رح نحتاج نص كوب بندورة مقطعة، ورح نحتاج ربع كوب فليفلة خضرة، نص كوب فليفلة حمرا كمان مقطعة، وربع كوب بقدونس مفروم. رح نحتاج كمان ربع كاس دبس رمان، ونص كاسة عصير ليمون، رشة ملح، ومعلقة كبيرة كمون، ومعلقة صغيرة توم مهروس. أنا عملت الباذنجان بنفس الطريقة الأولى، يعني شويناه وبعدين قشرناه وقطعناه لمكعبات. وهلأ عم نضيف له الفليفلة الحمرا والفليفلة الخضرا، وعم نضيف هلأ البندورة والبقدونس. ورح نضيف الكمون والثوم المهروس والملح ودبس الرمان وعصير الليمون.
رح نحرك الباذنجان اللي شويناه مع الخضار والتوابل اللي نحن ضفناها. وهلأ بدنا نقدمه بالصحن التقديم، وكمان كل واحد فيه يزينه بالطريقة اللي بتعجبه. أنا رح زينه بحبات الرمان وزيت الزيتون ورح نضيف له كمان بندورة مقطعة وهيك صار طبقنا جاهز لليوم. هيك صار عنا أعزائي المشاهدين طبق البابا غنوج بطحينة وطبق البابا غنوج بالخضار جاهزين. بتمنى انكم تطبقوا نفس الطريقة اللي انا استخدمتها، واكتبوا لي آرائكم بالتعليقات، وألف صحة وهنا. لا تنسوا تشاركوا الفيديو إذا عجبكم مع أصدقائكم، وبشوفكم دايما على خير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول قوجة، والسلام عليكم.